ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم بفيديو جديد. عايزه اقول لكم بقى، بصوا، باين على وشي ان انا مرهقه. الفتره اللي فاتت كلها كان ضغوطات بقى، مضغوطه مضغوطه مضغوطه. رمضان بقى، طالعين من رمضان والعيد وزيارات الاهل وصحابنا بقى كانوا جايين لنا. العيد خلاص. الكحك اتفض. وايه الكحك اتفض؟ سمعتوا الكحك اتفض دي؟ عايزه اقول لكم اليومين اللي فاتوا احنا شبه ان احنا ما كناش قاعدين في البيت، فما كنتش يعني، لو كنت هتلاحظوا الفتره اللي فاتت انا ما كنتش بصور معاكم وانا بعمل حاجه في البيت خالص، لان الفتره اللي فاتت كلها بجد انا شبه ان انا ما كنتش قاعده في البيت يعني خالص. كل يوم نزول وكل يوم بعمل حاجات وكل يوم، لا كان بجد كان ضغط كبير قوي الفتره اللي فاتت عليا. ممكن يكون علينا كلنا. المهم السلام عليكم. خلصنا. الله يسلمك يا اخويا، بتتريق. المهم خلصنا بقى الحمد لله كل حاجه، قعدنا بقى في البيت استقرينا. عايزه اقول لكم خالد بقى كان كمان ما بيروحش الحضانه، يعني مش ان هو ما بيروحش، هتروح يوم السبت ان شاء الله. كان مش بيروح، اللي هو مش اللي هو كان قاطع، لا يعني كان في رمضان بيروح مثلا ايه، يومين يومين لا، يومين لا. ليه بقى؟ كان في رمضان يسهر معانا، ما كانش يرضى ان هو ينام، لان طبعا يومين لا، يومين لا السحور وكده، فكان عشان بيبقى كنت باكل. كان بيخلينا ان احنا يعني ايه، يسهر معانا ويقعد معانا. كان يقوم من النوم الصبح، طبعا الحضانه بدري مش قادر ان هو يقوم، وكنت طبعا ببقى جبران ان هو يدخل ينام بدري، ما كانش بيرضى ان هو ينام. عشان كنت بقولك مش عاجبيني الحضانه. فالمهم كنت بقولك مش عاجبيني الحضانه. ودلوقتي عاجباك؟ حضانه حلو، انا غيرتها لك الحضانه. هو بيتكلم على الحضانه بتاعته القديمه، مش اللي انا موديه فيها دلوقتي، اللي هي ليها كتب وكده، المسائيه. هو بيتكلم على الحضانه القديمه بتاعت زمان. احنا مالناش دعوه بالحضانه القديمه، احنا خلينا في الحضانه الجديده اللي انت بقى خلاص اللي انت نورتيها. المهم ما كانش بقى زي ما انا ما بقول لكم كده في التزام، يومين رايح يومين لا. جينا بقى العيد، من بعد العيد بقى هو ما راحش، يعني من بعد العيد لما صحابنا بقى، لا انا مش عارفه اتكلم منك، لما صحابنا بقى جولنا وكده، قلت بقى الصراحه يعني ايه، مش هيقدر برضو ان هو يوفق في الحضانه وكده، فاستنى بقى كده ايه، اجز. هو مأجز بقى من بعد العيد. قلت له بقى ان شاء الله من اول الاسبوع الجديد انت هتروح، اللي هو من اول يوم السبت، لان حضانته بتبتدي من يوم السبت للخميس. قلت له من اول الاسبوع الجديد ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبتدي بقى خلاص ان هو يلتزم ويروح. المهم اصعب بقى حاجه بجد، خلي بالك عشان ما توقعليش الستاند، اصعب حاجه بقى بجد ان بقى ان الواحد كده يبقى بقى الفتره اللي فاتت كل يوم بقى نازل وطالع ومش قاعد في البيت، ومره واحده كده بقى يقعد في البيت. عندي كسل رهيب، مش حاسه ان انا عايزه اقوم اعمل اي حاجه. المفروض بقى دلوقتي ان انا عندي غسيل اهو، غسيل كتير. ماشي، البيت نضيف، بس عايز برضو كنسه كده من فوق الوش بالمكنسه الكهرباء، الرخامه عايزه مثلا تتصبن، عندي شويه كوبايات. ايه ده؟ لا معرفش ايه ده. ماشي والله. المهم كسل رهيب، انا مش عايزه اقول لكم مكسله ازاي، مش عايزه اقول لكم كسل، لان بقى بيبقى صعب كده ان بقى فتره كده مرحرحه ومره واحده اقوم ارجع تاني بقى موف اون كده بقى لشغل البيت فلا يعني بس هتعود. المهم هنروق مع بعض البيت، روتين كده خفيف بسيط ماشي هنعمله مع بعض. مش هعمل بقى غدا النهارده. طب ليه مش هتعملي غدا؟ هقول لكم. امبارح كنت عامله عيش باللحمه، يعني امبارح كنت عامله عيش باللحمه. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب عيش باللحمه من عند الراجل اللي انا متعوده ان انا اجيب منه كده، فهجيب عيش، كنت جايبه يعني من عنده عيش باللحمه وكده، وكنا جايبين بالزياده، فقلنا بقى ايه، قلنا بما اننا جايبين بالزياده قلت يعني ان انا هسخنه كده. لما لقيت ان انا جايبه بالزياده حطيته في التلاجة وقلت هسخنه، هطلع بواقي الاكل، هطلع بقى العيش باللحمه. يا زعق صوتك عالي قوي، مش عارفه اتكلم منه. هطلع العيش باللحمه من التلاجة، هنسخنوه النهارده ماشي. وعندي بقى كنت عامله لهم اول امبارح بيتزا، كنت عامله بقى بيتزا لحمه مفرومه وسوسيس. هو يعني كام قطعه من هنا على كام قطعه من هنا، مش ياما يعني، بتاع اربع خمس قطع كده تقريبا، سوسيس ولحمه مفرومه. المهم ان انا هسخن النهارده بواقي الاكل ماشي. فتعالوا بقى عشان انا طولت عليكم،
تعالوا نروق مع بعض البيت كده ترويقه خفيفه كده بسيطه، وان شاء الله الروتين كده يبقى خفيف على قلبكم قوي وتحبوه. وتنسوش تحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم. بصوا صوته فظيع فظيع بجد يا حبيبي. بتكلم حبيبي بتكلم. شير كتير وسبسكرايب ولايك، وهستنى كومنتاتكم اللي دايما بتفرحني وبحبكم قوي. ويلا بينا مع بعض بسرعه نبدا الفيديو. لا ده لسه هيكملوا معايا الفيديو. ماشي كملوا معايا الفيديو. طبعا بقى دخلت كده على الصاله. عايزه اقول لكم ان اصلا احنا يعني طالعين من العيد واحنا ما كناش قاعدين في البيت. انا البيت عندي ما فيهوش اي حاجه خالص ان هي عايزه ان هي تتعمل ولا اي حاجه. يعني كده من فوق الوش زي ما قلت لكم كده شويه غسيل. الغسيل اللي كنا بنلبسوه الفتره اللي فاتت. البيت كده كنسه كده من فوق الوش اللي هو الروتين اليومي بتاعنا اللي هو اللي اي حد ان هو بيعمله، يعني مش اللي هو عندي حاجات كتير عايزه تتعمل وكده. بس زي ما بقول لكم انا فعلا مكسله. الواحد لما بيبقى متعود ان هو كل يوم بقى يبقى في الشارع وياكل بره ومش عارفه ايه، فاللي هو كعبله كده، ومره واحده بقى يلاقي نفسه ان هو راجع بقى لحياته الطبيعيه تاني بقى، وكل حاجه يعني العيد خلاص، رمضان خلاص، هنرجع تاني بقى للالتزامات بتاعت ان انا بقى يعني خلاص بقى خالد بقى يروح الحضانه، ما فيش حته خلاص ان احنا هنروحوها، يعني خلاص بقى نرجع بقى لحياتنا الطبيعيه. فاللي هو بقى زي ما انا ما قلت لكم كده بتبقى يعني ايه، بيبقى البني ادم كده بيبقى اخد بقى ان هو على الرحراحه كده زي ما بيقولوا، ومره واحده يرجع بقى تاني كده للتعب والشقه. فاللي هو بقى ايه، حاجه صعبه كده. والالتزام بقى انا خلاص هوديه الحضانه زي ما انا ما قلت لكم من يوم السبت، فهنرجع بقى تاني بقى من يوم السبت بقى الصحيان بدري بقى عشان الباشا ينزل يروح حضانته. نعمله بقى مع بعض الغدا. هيبقى فيه بقى ايه يعني التزامات كده عن ايه، عن اليومين اللي فاتوا. بدأت بقى ان انا اطبق الغسيل. كان عندي بقى غسيل، وعايزه اقول لكم انا بطبق غسيل وهنشر غسيل. يعني حاطه دلوقتي غسيل في الغساله عشان يتغسل، ولما غسيل من على المنشر، لان الفتره اللي فاتت زي ما قلت لكم كنا بننزل كتير وكده، فاللي هو بقى محمد يجي من بره يخلع الهدوم يرميها في الغسيل، خالد انا الدنيا بقى كانت متكعبله خالص. بدأت اطبق الغسيل، بس الحمد لله النهارده بقى مش هقف في المطبخ واعمل غدا وكده. زي ما قلت لكم كان عندنا عيش باللحمه، ومش بالعاده ان انا اعمل خلي بالكم اكل بالزياده، لان احنا اصلا ما بنحبوش الاكل البيت. يعني مش كل الاكل البيت اللي احنا بنحبه، يعني في حاجات ما ينفعش ان احنا يعني مثلا لو عامله مثلا صينيه بطاطس وباقي عندي في التلاجة تمام، لكن الحواوشي والحاجات دي دايما بنعمله بالظبط، يعني ما بنعملوش بالزياده وكده. فكان عندنا زي ما انا ما قلت لكم كان عندنا ناس اصحابنا، فكانوا عندنا في البيت وكده، فكنا طالبين حواوشي من بره. لما طلبنا بالزياده، ما طلبناش بالقد زي ما احنا ما بنطلب على قدنا يعني وكده، فبقى عندنا. فطبعا حرام ان هو يترمى، فحطيته في التلاجة وقلت لا ده يتسخن. وفعلا يعني النهارده اهو هسخنه. وكنت عامله لهم بيتزا امبارح، يعني الحواوشي ده كان اول امبارح، كل ده بقى يتسخن. ممكن احمر بقى شويه بطاطس عشان خالد ومحمد بيحبوا، وانا برضو بحب البطاطس، فممكن اسخن بطاطس وكده وامشي الدنيا يعني. النهارده دخلت بقى شغلت كده بقى المكنسه الكهرباء، وبدات بقى ان انا ايه من فوق الوش كده، قلت اخد بقى الصاله كلها كده بقى بالطرقه باوضه النوم، اخد كل دوت كده بالمكنسه الكهرباء كده، وبدات امشيها كده. وهنا خالد طبعا مش سايبني بقى، عمال ايه، عمال ماسك دماغي بقى، يعني فاهمين، محمل بقى بابجي على التليفون عنده، محمد جوزي محملها له كده، عرفني بقى عمال كل شويه يسالني، وانا اصلا عايزه اقول لكم ما بفهمش فيها حاجه. يعني انا اصلا ما بفهمش فيها حاجه، فعمال يسالني يا ماما مش عارفه ايه دي بتتجاب منين. اقول له والله العظيم انا فعلا ما اعرفش، اسال بابا محمد، عشان انا ما اعرفش اللعبه. يعني من ساعه ما نزلت لعبتها مره وحسيت ان انا مش فاهمه فيها حاجه، فاللي هو لا بقى يعني مش جايه معايا، واصلا بتسحل البني ادم يعني، بس هو عشان بيشوف محمد بابا بيلعبها، فاللي هو بقى عارفين اي حاجه بقى بيقلدها وكده. فانا اصلا كده كده مش بمسكه التليفون كتير عشان غلط وكده، بس بقول بقى خلاص يعني هو كده كده يومين هيبقى قاعدهم في البيت، عشان من يوم السبت هيبدأ بقى ينزل الحضانة. لما بينزل الحضانة عايزة اقول لكم بتسحله، يعني بتخليه ان هو لما بيقوم بدري بيجي من الحضانة يتغدى، يدخل ينام شوية، يقوم يكتب الواجب، اذاكر له،
يقعد على التليفون شوية ويبص يلاقي نفسه عايز ينام، يدخل ينام، بيلتزم شوية عن لما بيبقى قاعد كده في البيت ما بيبقاش وراه حاجة. المكنسة عايزة اقول لكم الكهرباء دي مريحاني، ومعرفش انا كنت عايشة ازاي من غيرها بجد الايام اللي فاتت. لا مريحاني بجد. انا لما اتجوزت كنت جايباها يعني وكده، بس كان نوعها مش كويس، فما كانتش مريحاني. كنت بحسها ان هي مش بتشيل التراب من الارض، مش يعني ما كانتش فعلا بتنظف. فكنت بستخدم بقى المكنسة اللي هي العادية، واقول انا المكنسة العادية دي على الاقل يعني انا بتمكن في نظافة الحاجة وكده. بس لما جبت بقى التورنيدو دي، لا الصراحة راحة رهيبة. جبتها بقى وبدأت بقى ان انا عملت كده الصلاة كلها. قلت له بقى خالد بالله عليك ايه، خش بقى اقعد في الأوضة كده، عشان ايه سلك المكنسة ده بيكعبله. قلت له خش بقى اقعد في الأوضة عشان رجلك كمان عريانة، او حط في رجلك شبشب او حاجة، ما بيسمعش الكلام. بصوا طول اليوم كده بيلف ورايا في الشقة. المهم بدأت بقى كده ان انا ايه، ان انا بقى انضف الصالة. وبعد بقى ما نضفت الصالة دخلت بقى كده قلت اكمل بقى الجزء التاني اللي هو الجزء بتاع السفرة. ادخل بقى على الجزء بتاع السفرة. دخلت وبدأت بقى ان انا برضو بالمكنسة كده اخد بقى كل الجانب ده كله كده، الجوانب دي كلها بتلم تراب. وما تسألونيش بتلم تراب من ايه، يعني انا بقول لكم انا ايدي في البيت على طول التراب، ما يعني ما في الشقة على طول ما بيخلصش، تراب تراب تراب. بدأت اخد بقى كده من تحت الكراسي، وسامعة بقى صوت تراب ومعرفش جاي منين. بدأت بقى لملم كده بقى، ودخلت بقى قلت بالمرة لان الطرقة عندي برضو. بس ساعات بفتح الشباك، عندي شباك في وش المطبخ على طول، شباك صغنن كده اللي هو ناحية الستارة ده، الستارة اللي هي اللي على اهو الستارة دي، ده شباك بفتحه. ساعات بحس ان هو اللي بينقل لي التراب في الحتة دي، ولو ان والله التراب يعني مهما كنت قافلة الشقة هتلاقي تراب برضو ما تعرفيش منين. خدت بقى كده المكنسة ورحت جاية بقى السلك نقلته بقى، وقلت بقى الطرقة بقى كده ادخل بقى على الطرقة بقى والمشاية، اظبط بقى الجوانب دي كلها كده. مهما تكنسي ومهما ايدك تبقى في الشقة هتلاقيها برضو ان هي بتلم تراب، برضو هتلاقيها ان هي مش نظيفة، متفهميش ازاي. يعني مش عارفة لو الواحد مش بينظف باستمرار كان ايه اللي حصل يعني. خدت بقى كده بقيت بقى احركها كده ورايا كده وانقل السلك كده عشان ايه يبقى واصل. وخدت برضو بالمرة المطبخ كده. انا المطبخ عايزة اقول لكم ما فيهوش اي حاجة، بس قلت لا اخد بالمرة بقى طالما ماشية بالمكنسة الكهرباء كده، يبقى ادخل بالمرة بقى كده على المطبخ. وخدت بقى المشاية. طبعا انا عايزه اقول لكم السجاد ده كله انا نزلته للراجل يغسله في العيد. كنت لما مرجعه لي الصراحه نضيف جدا يعني، والله العظيم احسن ما بنعمله في البيت 100 مره 100 مره. انا بطلت ان انا اغسله في البيت لان حسيت ان هو بيبوظ لي هيبوظ لي العفش. لان انا لما كنت باجي اغسله، انا الحمام عندي ما ينفعش ان انا اغسل فيه، مش هينفع ان انا اغسل فيه السجاده مش هتبقى مفروده كامله، هبقى بضطر ان انا اغسل حته حته واتني السجاده، لان مش هيكفي عندي الحمام ان انا احط فيه السجاده كده كامله مكمله وتبقى مفروده واغسل براحتي. فاللي هو بقى نزلته بقى، كنت اغسله في الصاله. الميه بقى كانت تبقى اخده، بصوا الصاله باوضه النوم كانت تبقى اخده الجنب ده كده كله، فما كنتش ببقى بغسله. وانا كنت بحس كده ان العفش البيت بتاع البيت بقى خلاص اللي هو غلط بقى، كله قاعد يقول لي غلط. بقيت انزله بقى للراجل المغسله، الصراحه مرجعهولي. المغسله كمان ميزتها ايه بقى، عشان انا وديته قبل كده عند حد بيغسله بايده، اللي هو يغسلوه يدوي، مش بينضفوه، بيقعدوا يدلقوا ربس وكلور ياما. لا مش بينضف. لكن الا المغسله اللي انا وديتها عنده المره دي مكن مش يدوي، فاللي هو بجد جايب السجاد كده قشطه قشطه. عايزه بقى اوديله البطاطين بتاعتي برضو، بيغسل بطاطين، عايزه اوديله بقى البطاطين، بس مستنيه برضو يعني لسه الجو عندنا في اسكندريه مش متظبط، شويه صيف شويه حر، الصبح حر بالليل ساقعه،
فلسه الجو مش متظبط، فانا مستنيه بقى الجو يتظبط خالص، هنزل له بقى البطاطين بتاعت اوضه النوم والاطفال والكبرتيات والدفايات، عايزه انزل له بقى كل دوت برده المغسله يظبطهولي، يظبط لي بقى البطاطين. دخلت بقى كده على اوضه النوم، اديتها برده كده، مشيت كده بقى بالمكنسه الكهرباء كده من فوق الوش كده، عشان يبقى ايه، تبقى الشقه كلها كده نضيفه كده ومكنوسه. بس كده خدت التراب بقى كده، وطبعا عايزه اقول لكم ممتازه ممتازه، مريحاني جدا وبتوفر في الوقت. خلصت الاوضه، قلت بقى بالمره كده اغير الملايات، بما اني بقى مشغله الغساله وكده بالمره بقى، عشان اعرف كده الغسيل بقى يبقى كله كده يبقى نظيف. قلت اخد بقى الملايات، طبعا شلت البيجامه بتاعتي من على السرير، وخدت بقى البطانيه، هشيل بقى البطانيه انزلها قصدي على الارض. وهنا بقى انا واقفه على يعني بقى ايه قدامي، فاهمين انتوا؟ طلعت بقى ملايه، وبعد ما طلعت ملايه شلت بقى البطانيه كده رميتها على الارض، وقلت بالمره بقى كده اغير الملايات دي. الملايات دي انا مغيراها بالظبط في العيد، قلت لا كفايه بقى عليها قوي كده. عايزه بقى كمان الحافظه بتاعت المرتبه دي انا كنت شايلاها لان هي كانت بتضايقني، او انا ما كنتش فرشاها كويس او حاجه زي كده، وانا الصراحه قلت ممكن ملهاش لازمه، بس لا كله قال لي ليها لازمه. عايزه اغسل المرتبه وتتنشف، يعني تتعمل كده بالفانيش كده وتتنشف، واحط بقى الحافظه بتاعتها وانا بروق اوضه الاطفال بتاعت خالد. الاوضه بتاعت خالد لقيتها بقى موجوده، فقلت اغسلها، غسلتها. وقلت بقى ايه افرج يعني الكفر بتاع المرتبه يحافظ عليها، لان هي بتسود مع الوقت كده، بتسود انا مش عارفه ليه، ولما بنيجي ننام عليها بنحس ان هي بتلم كده، يعني الملايه بتلم. فاللي هو ساعات لما مثلا نبقى صاحيين من النوم نلاقي المرتبه لما المرتبه باينه والملايه تبقى متشاله خالص من على المرتبه، فلما احط الكفر بتاع المرتبه هيبقى هيحافظ لي عليها شويه. فعايزه اقول لكم بقى احط الكفر يحميها. بدأت بقى كده ايه البس بقى المخدة، ودي يعني اوحش حاجة ما بحبهاش في تغيير الملايات عامة، اللي هي تلبيس المخدات دوت. افتكر ان انا مرة قلت لمحمد كنت تعبانة جامد، مش قادرة ان انا اعمل اي حاجة، فقلت له بالله عليك انا عايزة اغير الملاية بتاعت كنت حامل في خالد، وكان حملي في خالد كان وحش جدا، ما كنتش قادره ان انا من الناس اللي حملها بيبقى وحش، اللي انا ببقى مش قادره بجد ان انا اعمل اي حاجه خالص، ببقى في السرير، يعني السرير واللي هو مش قادره اعمل اي حاجه. فكنت حامل في خالد، قلت له بالله عليك انا عايزاك ان انت تغير لي نفسي اغير الملايه وكده. قال لي ماشي. المهم جه غيرها، تلبيس المخده قال لي دعاء انت بتغيري ازاي؟ انت بتغيري ازاي؟ انا مش عارف البس المخدات. قلت له بجد انت بتهزر؟ مش عارف بجد تلبس المخدات؟ قال لي لا انتوا بتلبسوها ازاي؟ اللي هو يعني صعب جدا. وعندي برضو بتوع اوضه الاطفال بقى صعبين جدا جدا، لان المخدات بقى عشان محدش بينام عليها فعاليه، بتدخل بصعوبه بقى. فردت بقى كده الملايه، وبدأت بقى ان انا بدأت بقى كده ان انا في المرتبة كده بقى ادخلها كده بقى واظبطها. يعني بصوا بنبسط قوي بقى لما يعني اغير ملايات السرير بالنسبة لي بقى. يعني بصوا النظافة بقى، ان انا ادخل الأوضة او الشقة، انا نفسيتي بتبقى مرتبطة بنظافة الشقة نظيفة، ببقى بصوا بعيش كده اسعد لحظات حياتي. الشقة عندي مش نظيفة تلاقوني قاعدة كده بصوا تعيسة وحزينة، وان انا يعني زعلانة، ما بحبش بجد اشوف الشقة ما بتبقاش نظيفة وكده. طبقت بقى البطانية، مرضتش افردها بقى على السرير، قلت افرح بقى كده بالملاية بما اني لسه مغيراها. وخدت الملاية القديمة بقى عشان ادخلها الحمام وكده، احطها بقى في الغسيل. وبدأت بقى ان انا ارش المعطر ده انا جايباه تحفة من كارفور، حلوة قوي، بيخلي كده ريحته ثابتة، وبيخلي كده ريحة الشقة كده جميلة جدا. رشيت بقى كده رشتين وبس كده. قلت بقى اطفي الأوضة كده، طبعا فاتحة الشباك بقى بهوي. دخلت بقى المطبخ، قلت لكم انا المطبخ ما عنديش اي حاجة، كان عندي شوية مواعين غسلتها،
قلت بس اصبن الرخام لان الرخام محتاج ان هو يتصبن. شلت بقى الفاكهه من على الرخامه وعيش والجبنه وكده، حطيتهم كده جنب البوتاجاز ومسحت كده بقى الرخامه. ومكنه الاسبريسو دي اللي انا جبتها اللي هي بتاعه القهوه وكده، خلاص هي انا حطيتها على الرخامه. عملت لها بقى فيشه، الفيشه اللي انا كنت موريها لكم اللي هي تحت الرخامه على طول بتاعه المطبخ اللي انا بصبنها دي كانت بايظه. جبت بقى الراجل صلحها وكده، فثبت بقى قلت يعني لما عاوز ان انا اشغلها احطها بقى في الفيشه واشيل على طول تبقى قريبه يعني مني. فحطيتها بقى خلاص كده على الرخامه لان انا ما كانت الفيشه كانت بايظه، فكنت بضطر بقى ان انا عشان عاوزه اعمل قهوه اشيلها من على الرخامه هنا خالص، اروح لاقرب فيشه اللي هي اقرب فيشه ناحيه ما انا مغسله المواعين كده، واحط المكنه واشيل المكنه. فالحاجات دي مش عايزه اشيل واحط، يعني اللي عايزه مكان كده بقى احطها فيه، ما اقعدش اشيل واحط فيها كتير. فسبتها بقى هنا وصلحت بقى الكوبس اللي هو بتاعها وبس. ورحت جايه بقى قلت بقى رش بقى كده معطر. وهنا خالد ومحمد، مش عارفه خالد عمل ايه، فمحمد زعق له فراح معيط. انا طبعا بقى بصوا يعني بروق البيت، بحب بقى ان انا بروق البيت، لا اهدى كده شويه على نفسي، ماليش دعوه بقى باللي بيحصل في الشقه، انا بروق فسيبوني. رشيت بقى معطر ودخلت بقى على الغسيل، بدات بقى ان انا انشر. طلعت بقى الغسيل من الغساله، وزي ما بقول لكم كده انا يعني لا الغسيل بيخلص ولا المواعين بتخلص ولا شغل البيت بيخلص ولا اي حاجه بتخلص اصلا. الجو النهارده يعني حلو، انا شايفاه ان هو حلو بس هوا جامد. انا عايزه اقول لكم الستاره دي لو اقول لكم ان هي وقعت بتقع مثلا في الاسبوع مرتين تقولوا عليا يعني تقع ومحمد يجي يركبها تاني من كتر الهوا. وبعدين انا في ال11 ومفيش قدامي ساكن، مفيش حد ساكن قدامي، فاللي هو بقى هوا، مفيش عماير قدامي وكده، فاللي هو هوا بقى فظيع زي ما انتم ما شايفين كده. الستاره بقى كل شويه تقع من الهوا دوت. والجو زي ما انا ما بقول لكم الصبح شفتوا كان شمس، يعني احنا دلوقتي هو على اخر النهار هوا بقى هوا فظيع. قلت بقى نشر كده، وانا عايزه اقول لكم يعني حاسه ان الجو كده حلو كده يعني هوا. انا بعشق الهوا بعشق الهوا. وقفت بقى كده نشر كده بقى بانسجام. قلت بقى ايه، خالد قال لي جعان وانا اصلا كنت جوعت خلاص، ومحمد كان جاع لان انا كمان بقوم من النوم الصبح عايزه اقول لكم بفطر اي حاجه خفيفه، فاللي هو لازم وجبه الغدا دي عندي بقى اللي هو دبها يعني. فتحت التلاجة طلعت بقى البيتزا، وطبعا هي دي هم دول حتتين البيتزا بس اللي باقيين من اللي باقيين من البيتزا اللي انا كنت عامله لهم بيتزتين كبار سوسيس ولحمه مفرومه، فما تبقاش عندي غير دول الحتتين دول. انا هنا ببص لقيتهم ان هم اتاكلوا، فقلت خلاص يلا بالهنا والشفا. وطلعت الحواوشي وهدخلهم الفرن واحمر بقى بطاطس. ومشي نفسك بقى كده النهارده اهو. بصوا حتتين اهو لحمه مفرومه وبس كده. هسخن بقى الحواوشي اهو ادخله الفرن والبيتزا، وهنا طلعت الطاسه عشان احمر لهم بطاطس. وبس كده، استنوني في فيديو جديد، بحبكم قوي.